انا عم بحكي ولا اجوا اخواته؟ انت شو دخلك؟ نحن اخواته، نحن ما بدنا يا اخي. يا شباب نحن محتسبين امرنا الى الله، والشاب مات بحادث سير، ما حدا يتداخل بشؤوننا، وضاجوا وراح تصير مشكله. عمل فتنه هذا الرجل، يعني عمل فتنه بالمسجد. هديت الاوضاع. انا صار وقت الصلاه دغري رحت اقمت الصلاه وصلينا. بعد الصلاه رفعنا صلينا طبعا بعد صلاة الفرض دغري قبل قراءة الورد قلت له تقدموا الجنازة. صلينا على الجنازة، صلى عليه أخ من إخوانه. لما نمشي النعش صاروا بلش تكبير بقى. هو أظن هو أثار الفتنة. صاروا بس الكلام اللي صار يقولوا لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله. بعدين صاروا لما نزلوا على الشارع ابتعدوا شوي صاروا يقولوا بالروح بالدم نفديك يا شهيد. بعد اختطاف النعش توجه أنصار الشهيد الذين لا يعرفونه وعلى غير العادة برفقة نساء مجهولات تجاه ساحة باب مصلى ليقفوا أمام فرع الأمن الجنائي ويبدأوا الشتم والسباب بقصد استفزاز عناصر الأمن. وعند أول تحرك من عناصر الفرع ألقى المتظاهرون ما كانوا يسمونه شهيدا وسيفدونه بدمائهم وحيدا في تابوته لتقوم الجهات الأمنية بإعادة الجثمان إلى أهله. اجوا بعكس السير، وقفوا هنا تهاتفوا مقابل جامع عبد الله بن رواحه. بعدين وقفوا بهذيك المنطقه، في منه هرب لهون. كان في هون الطاولات كلهم الاولاد عم ياكلوا، عم يشتروا المحلات الشاورما مبسوطين بالعيد. فهجموا الكل. وقت اجى رجال الامن طلعوا شافوهم هربوا الكل لهون على اليسار. ففي اولاد راحت والطاولات اتدفشت لهون وهربوا وجا. تركوا النعش على يمين دوار باب مصلى، تركوا النعش بالارض هنيك بهديك الجهه. تركوا النعش. الامن ما تعرضوا وصلوا عند الشجرتين بالضبط، يعني امام من هون وهيك ما تعرضوا للامن. شجرتين بيصير مدخل يعني الفرع. مدخل الفرع بالضبط. بس بدي لحظه شوي معلش. السبعه اللي نزلوا كانوا حاملينه. بعد ما طبعا الامن رجعوا رجال الامن قال له عشر له هيك، قال له روح باتجاه الميدان. ما رضي. فاهم علي؟ نزلوه وحملوه واتصلوا بمكتب السياره تبع دفن الموتى. ايه والله بعرف. نزلوه هون. المهم نزلوه. ببدا التنزيل نزلوه ولا لا؟ نزلوه بأدب هون. نزلوه بأدب وباحتراب وشوي على مهنا. نزلوه ولا لا؟ جابوا سياره. مين جاب السياره؟ الامن جاب. حلو هالكلام. وين اللي كانوا حملة النعش وينه؟ كله هرب. حلو هالكلام. هذا اللي بدي اياه. هذا اللي هرب. هذا اللي مضبوط. وصلني للنتيجه انت. خلاص عرفت كيف علي؟ هربوا. نزل النعش بالارض. اتصل رجال الامن هون بالشرطه، اتصلوا بمكتب دفن الموتى، واجت سياره وحملت النعش وصلتها لاهلها وعلى المقبره على باب صغير. اما بالنسبه للحي بعيدا عن ضيوفه المجهولين فهاكم الصوره الحقيقيه على امل بان تعرف العربيه اكثر. بالاخبار